في الفيديو ده هنشوف طريقة تفريز البسلة بأسهل طريقة زي الشركات وأحسن كمان، من غير ما تنشف معانا ومن غير ما تاخد سوا على النار وتقعد من السنة للسنة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هنشوفها كده. هنحط كده مية مغلية على النار، عليها معلقة سكر صغيرة، عليها معلقة سكر صغيرة. معلقة السكر ليها مادة حافظة للخضار بتاعنا. تمام. حطيناها في مية مغلية وبعدين صفيناها دقيقتين 3 بالكتير مش اكتر. صفيناها بقى من المية في مصفى كده، وبعدين اكون مجهزة مية بتلج ساقعة جدا، اروح منزلة اعمل لها صدمة في المية اللي بتلج. تمام كده. هصفيها بقى. لو وصلتي معايا لحد هنا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. تمام. حطيناها كده في على فوطة علشان تتصفى من المية، وهسيبها بقى تتصفى من ميتها خالص وتنشف، وهبدأ ان انا اعمل الجزر بتاعي. عايزة تفرزيها من غير جزر مفيش مشكلة خالص، بس الجزر خلينا نحطه في الوصفة، لان هي كده كده بنعملها بالجزر. ممكن نعملها في الصيف، الجزر ما بيكونش حلو خالص، لكن ده الموسم بتاعه بيكون الجزر فريش وجميل جدا. هنقطع الجزر بالطريقة دي، الطريقة اللي تحبي تعملي بيها براحتك. انا هنا في طريقتين قطعت بيها الجزر بطريقة سهلة جدا على البلانش، وفي طريقة تانية اللي هي التخريط اللي على الايد العادي اللي كلنا متعودين عليه. هقطع بقى كده الحجم اللي انت عايزاه قطعي بيه. عايزة تقطعي كبير براحتك. هنا البسلة بتاعتي كانت جفت من المية اللي فيها، برضو غسلت الجزر وحطيته في مصفى وصفيته كويس قوي ونشفته بنفس الطريقة على فوطة نظيفة، وبدأت ان انا اقلبه كده. وهحط بقى في الاكياس، هبدأ احط في الكيس اكياس التلاجة العادية خالص خالص. هفرغ الهواء بالشكل ده من تحت لفوق، ما خليش ولا يعني نفس هواء كده. هبدأ ان انا يعني اربطه من فوق بالطريقة دي، بحيث ان انا الباقي يعني بقية البسلة من تحت هطلعها لفوق كأن الكيس يعني علشان الكيس ما يكونش مكبوس معايا، بحيث ان انا لما اخرجها اعرف اكسرها براحتي. عايزه اعمل نص الكميه مع شوربه خضار ولا حاجه، ما تكونش كلها كتله واحده. هحطها في كيس كمان بحيث ان هي تتحط في الفريزر كده، تكون في منطقه امنه يعني ما تتقطعش مني ولا حاجه، وتكون كمان التلج ما يوصلهاش. عملت الكيس التاني بالشكل ده، وهربط برضو من فوق، او حطيت كده كيسين في بعض، يا هربط من فوق يا اما هقلب الكيس اللي هو الكيس اللي فوق. طلع معايا احلى بسله بالجزر متفرزه باسرع طريقه، وتقعد معانا للسنه. بحبكم في الله والسلام عليكم.